السلام عليكم إخوتي الغاليين، أنا أحمد خير أحييكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو سأتحدث لكم عن أفضل بطاقة سيم كارت متواجدة في الإنترنت، يعني يمكنك تحصل عليها من الإنترنت وترسل لك في أي دولة في العالم، يعني ترسل هذه البطاقة لجميع دول العالم. هذه البطاقة تسمى فوربس فون وتابعة المجلة الشهيرة اللي تسمى الفوربس المختصة في إصدار قوائم سنويا خاصة بالأغنياء. معروفة الفوربس، يكفي تكتب فوربس تكتشفها. على العموم إخوتي الغالين، هذه البطاقة ليست مجانية لكن مميزاتها رهيبة جدا وتستحق أي ثمن، يعني فيها مميزات رهيبة جدا. أول شيء، يعني لو تسافر لأي دولة في العالم لن تحتاج تغير بطاقتك، يعني السيم كارت يبقى نفس الرقم. ثاني شيء، أنت تحدد الرقم، يعني أنت تحدد الأرقام اللي تريد تكون في رقمك، والرقم اللي سيصلك رقم بريطاني، ويمكنك تتصفح الانترنت بدولتك، تجري مكالمات بدولتك وتستقبل مكالماته في دولتك وبرقم بريطاني. يعني بطاقة مميزتها رهيبة جدا. وفي ميزة جيدة في الموقع سأتحدث عنها، وهذا الموقع الوحيد، هذا موقعهم. البطاقة بطبيعة الحال تكون مقترحة ومقدمة بالصفات الثلاث حسب نوع هاتفك، يعني على المقاسات الثلاث اللي متاحة لجميع الهواتف، تختار بطبيعة الحال اللي تناسبك. الأمر الآخر مثل ما قلت لكم، لو تلاحظوا هي تستخدم جميع دول العالم. بطاقة تصفح الإنترنت أسرع بطبيعة الحال من المتوفر في دولتك. المميز في هذا الموقع أنه بالعربية، لو تلاحظوا متوفرة في اللغة العربية، وهذا الموقع الوحيد اللي يعني قدم بطاقة هواتف على الشكل وتكون يدعم اللغة العربية. لو تلاحظوا سيكون يعني شرح لك كل مميزات. لو تلاحظوا التسليم في جميع أنحاء العالم مجاني، يعني ترسل لجميع أنحاء العالم مجاني. إنما أنت لما تدفع ثمن في بداية لاستلام بطاقة، فهو في الغالب يكون ثمن يبين جديتك أنك تريد تحصل على البطاقة، ومن خلال الثمن اللي تدفع يتم شحن بطاقتك. هذا بكل بساطة، يتم شحن بطاقتك وترسل لك مشحونة، يعني يمكنك مجرد تصلك تبدأ باستخدامها. طبعا الحال ثمن البطاقة $29، يمكنك تحصل على البطاقة. هنا جميع مميزات البطاقة. لو أقول لك مثلا التسليم يكون مباشر، يعني تصلك إلى باب المنزل. الرصيد حيكون فيها €10، وترسل لك البطاقة اللي حددت. رقم الهاتف بالطبع يكون يعني بدايته أو ترقيمه زائد 44، يعني رقم بريطاني. وهنا يشرح لك جميع المميزات الأخرى. تغطية عالمية 190 دولة، يمكنك استخدامها بشكل عادي. هذه الباقة الأولى الأحسن وكافية. أنا منذ سنة كنت جربت هذه البطاقة، كانت تشتغل عندي بشكل رائع جدا. لست بحاجة إلى الباقة الثانية. الباقة الأولى هذه اللي $29.99 تكفيك. هذا كلمة في الأمر. إذا أردت يعني طلب بطاقة، يكفي تأتي إلى هنا، تقوم بالشراء الآن. وهنا بطبيعة الحال حتدفع $29. الاسم يعني الاسم الشخصي العائلي، إيميلك، تكرر جميع معلوماتك، عنوانك، كل شيء. هنا المميز بطبيعة الحال الرقم اللي حيصلك على الشكل، وهنا يقول لك 4 أرقام أنت حددها. مثلا أنا أفضل يكون رقمي منتهي بتاريخ ميلادي على سبيل المثال، أو منتهي أي رقم. أنا أريد أن يكون منتهي 4 مرات، أو تاريخ ميلادك يمكنك تكتبه هنا، يأتيك الرقم منتهي برقم. هذه ميزة رائعة جدا. طريقة يعني طلب بطاقة سهلة جدا. يكفي تتابع الخطوات وتضغط وتحدد القيمة. يعني حتى إن أردت يعني تضيف مبلغ أكبر للبطاقة وتشحنها، يمكنك شحنها من هنا $5، وتحدد تضغط تضع بياناتك يعني الخاصة بطاقتك ائتمانية أو البايبل. أعتقد يقبل بايبل ويتم الدفع بكل بساطة. فالأمر الآخر إخوتي الغالين،
المميز أنه كل شيء مشروح بالفيديو، يكفي تأتي كلمة مساعدة هنا وتقوم بالضغط عليها. يعني يشرحوا لك أول شيء كيف تشتري، يعني الطريقة اللي نتحدث عنها أنا في هذا الفيديو سنشاهد الخطوات كلها حتى أضعكم الصورة. هذه البطاقة أكيد تصلح للناس اللي تسافر بشكل كبير، يعني هذه تفيدهم، أو الناس اللي تصفح الإنترنت بهاتفها بشكل كبير. يعني يشرحوا لك الباك. هذا الفيديو الأول. الفيديو الثاني يشرح لك كيف يتم إرسال لك البطاقة بعد طلبها. Visit our website at www.forbesphone.com. Click on the product page from the top bar and select your preferred product. You can يعني now نفس الشيء اللي fill كنت in your أتحدث عنه details الآن. and تملأ complete your استمارة. purchase by clicking Pay Now. Please check your email account for your e-invoice and activation email. Activate your Forbes Phone account by clicking on the link in the activation email. Create a password of your بعد ما choice تقوم and بتفعيله choose يصبح a عندك security حساب question. في الموقع Your فوربس SIM will فون. be shipped to سيتم your إرسال لك delivery ظرف address. في البطاقة Activate your SIM لمنزلك. card when you receive it by logging into your Forbes Phone account. تقوم Tick the بتفعيله. checkbox confirming that you've received your SIM and click on the Activate button. Your Forbes Phone SIM is now ready to be used. يمكنك أيضا يعني مكالماتك تكون مسجلة في حسابك، وتتبع يعني كم مع كل اتصالاتك ستجدها في حسابك، يعني كل شيء محفوظ. الخطوة الثالثة كيف تقوم بتفعيل الإنترنت لما تصلك هذه البطاقة في هاتفك، وهذه خطوة وأمر مهم جدا. يعني من خلال الأندرويد كان هاتفك أندرويد، هذه الخطوات اللي يجب عليك اتباعها. Switch your data roaming on from the cellular network settings. Select more settings to edit or add your access points. Name the new APN and type internet.forbesphone.com in the APN field. Save your settings. For iOS operating system كان عندك ايفون هذا ما يجب عليك، يعني موضحين كل شيء خطوة خطوة يعني. and switch your data roaming on. Go to your cellular data networks and type internet.forbesphone.com in the APN field. For Windows operating system devices, proceed to the settings menu and switch your data roaming on. Press the SIM settings and turn on the manual internet APN option. Type in internet.forbesphone.com in the APN field and press save. يعني بهالطريقة البسيطة لما توصل البطاقة وتقوم بالتعديل، يعني التعديل بطبيعة الحال من خلال هاتفك، يمكنك تصفح الإنترنت من دولتك، وبطبيعة الحال حتصفح بإبي بريطاني. هذه كما ملحوظة، لأن البطاقة يكون رقمها بريطاني وكل المعلومات كأنك مشترك مع شركة بريطانية هي اللي تقدم لك خدمة الإنترنت أو خدمة الاتصال. بالنسبة لتعبئة رصيدك، لما تصبح تملك البطاقة بطبيعة الحال حتقوم بتعبئة رصيدك من خلال حسابك. بطبيعة الحال حيكون عندك حساب أو رقمك الخاص بالفوربس، تضعه هنا، تضع كلمة المرور وتدخل وتملأ حسابك بطبيعة الحال من خلال بايبل أو بطاقتك الائتمانية. كل ما تريد تشحن حسابك هذا يعني هذه الطريقة، كل يعني علاقتك حتكون مع هذا الموقع، سواء في الشحن، سواء في اتصال، سواء في مراقبة مكالماتك، حتى مستقبلا إن أردت تغيير رقم هاتفك. وبطبيعة الحال الهاتف يشتغل في أي دولة في العالم تتجه لها، لن تحتاج تغيير لا بطاقتك ولا رقم الهاتف. هذه يعني حسب تجربتي، وكنت جربت إلى حدود الساعة 4 بطاقات دولية. هذه من أحسن وأروع، يعني هي أحسن بطاقة سيم كارت متوفرة في الإنترنت في الظرف الحالي، يعني لم أرى بطاقة أحسن من هذه. لا بالنسبة لسرعة تصفح الإنترنت، لا بالنسبة للاتصال، كل شيء يعني مميزة جدا. على العموم إخوتي الغاليين، تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير. أردت أن أشارك معكم هذا الموقع لأني لم أجد له ولا شرح عربي واحد ولا أحد تحدث عن هذه البطاقة. حبيت نوع عنها، تحدث عن مميزاتها، وبطبيعة الحال هي رائعة جدا. وهي اللي أيضا اللغة العربية، هذا الموقع الوحيد اللي قدم بطاقة سيم كارت في اللغة العربية. أما جميع المواقع تكون بريطانيا، لأن في الأساس لا ترسل دول غير بريطانيا.
هذا في الأساس. يعني إن أردت تريد الحصول عليها ستحصل عليها إما بكتابة دولتك في العنوان أو الحصول على عنوان بريطاني، يعني فيها مشاكل أكثر. أما هذه سهولة وبساطة وهي دولية بالأساس. تقبلوا مني فاق الاحترام وتقدير وجوه الخير. أنا أحمد خير أحييكم، نلتقي مع الجديد والحصري دائما على قناة فبور. تحياتي.